بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيران تركي وقناة العلم والمعرفة Science and Knowledge. نكمل وياكم سلسلة الحاسوب اللي ابتديناها من صف الأول المتوسط ووصولا للخامس العلمي. جتني طلبات هواية من طلابي قالوا ست لا تعوفينا كملي ويانا، ولذلك يعني ما كنت ناوية إنه أنزل الحاسوب. المادة كلش سهلة هالسنة ترى شباب، لكن نزولا عن طلباتكم راح نشرح شرح سريع. بالنسبة للملزمة بعدني ما مسويتها ولا منزلتها مالت هاي السنة، فبالنسبة للحلول شباب راح أني أرد وأنتوا تكتبون وياي، لأنه بعدني يعني ما منزل الملزمة. بإذن الله تنزل لكم عن قريب. لكن بالنسبة لمحاضراتنا هسه بالنسبة للفصل الأول لا ما موجود ملزمة. تمام، نبتدي بسم الله. حاسوب الخامس علمي، طبعة 2023. الكتاب الجديد شباب كلش سهل كلش سهل، يعني لو نجي نقيسه الطبعات السابقة يعني فرق جدا كبير ما بين الطبعات السابقة والطبعة الحالية. كلش مبسط لكم إياه ومسهليه ومن أرض الواقع. الوحدة الأولى راح ناخذ بيها السمارت ديفايس، واللي هي الأجهزة الذكية. ومنو منكم ما يعرف الأجهزة الذكية؟ شباب الأجهزة الذكية يعني كلكم تعرفوها، تمام؟ منو ما عنده موبايل؟ منو ما يعرف شلون يستخدم الموبايل؟ انتو خب تخصصكم يعني هسه موضوع هذا الدرس بصلب تخصصاتكم، فأريدكم كلكم تبدعون به، وأريد هذا الشهر كليتكم ميات، لأنه فعلا الفصل الأول والثاني الوحدة الأولى جدا سهلة. تمام، بس شوية ركزوا وياي وأحفظ أحفظ أني من أكمل المحاضرة أنتوا احفظوا وياي. راح ناخذ بالفصل الأول الأجهزة الذكية ومن ثم أنظمتها وتطبيقاتها. الدرس الأول راح يكون عن الأجهزة الذكية، الدرس الثاني راح يكون عن أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية وركزوا وياي، والدرس الثالث أهم تطبيقات الأجهزة الذكية. تمام؟ الفصل الثاني راح يكون ندرس به الأجهزة الذكية ومبادئ إنترنت الأشياء. الدرس الأول أجهزة ذكية مفهوم إنترنت الأشياء. الدرس الثاني راح يكون عندنا مقارنة ما بين الجهاز الذكي وما بين الحاسوب. ولو نرجع للواقع ترى يعني ارتباط جدا كبير ما بين الموبايلات واللابتوب يعني الحاسوب، كلش أكو ربط فيما بينهم، يعني مبدأ العمل والأساس واحد. الفصل الأول الأجهزة الذكية السمارت ديفايسز. متى يكون جهازك ذكيا؟ شوفوا احنا عندنا هنا هذا على اليسار، هاي هنا هاتف الجوال القديم. ومنو عندنا ما يعرف النوكيا اللي عندنا بالسوق يسموه الطابوقة كلكم أكيد تعرفوه. هذا الجهاز القديم، وهذا الجهاز الحديث الجوال الحديث هذا. أوكي شباب، حتى تتوضح عندكم الصورة، أول شيء نجيب واحد من الأجهزة القديمة. كل بيت أكيد أكو بيه في جهاز قديم، هيك قلبوه ركزوا بيه معقولة يعني، وقلبوا بيديكم. دور بيه أكو خيارات قفل شاشة وفتحها. نقدر النوكيا القديم نقدر نقفل شاشة ونفتحها زين. نقدر نسوي بيه بصمة. النوكيا أكو بيه بصمة هم لا زين. نكرر الخطوات السابقة نفسها ويا هاتف جوال حديث. نجيب أجهزتنا هسه كل واحد يطلع جهازه، يعني هسه عندكم عيد نجي نطبق الخيارات الفوق، نشوف بي قفل شاشة وبي فتح، بي بصمة، بي حتى تعرف على صورة الوجه. نلاحظ الفروق فيما بين الهاتفين. هاي أول خطوة أساسية، إذا سويتوها راح تفتهمون إحنا محاضرة اليوم إيش راح نقول بيها. زين، الدرس الأول هو مفهوم الأجهزة الذكية السمارت ديفايسز. ماذا نعني بالجهاز الذكي؟ تعريف هذا.
احفظ وياي. أشر هي أجهزة إلكترونية تفاعلية تسمح بإرسال البيانات واستلامها ومشاركتها عبر شبكة الإنترنت، وتستعمل تقنيات حديثة في التعامل مع المستخدم، منها الذكاء الاصطناعي. لهنا هذا تعريف شباب ينحفظ. هنا عندنا تسمح تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للجهاز الذكي أنه يتخذ قرار سريع وذكي، تزيد من التفاعل ويا المستخدم. مثلا قلت لكم إياها أنا قبل شوية، أنه الجهاز الذكي تقدر أنه مجرد أنه نظرة للجهاز الذكي ينفتح، يعني على بصمة الوجه. ممكن أنه تخلي إيدك على الجهاز الذكي وتحسب دقات القلب، مجرد أنه الإصبع نخليه بمكان بصمة الإصبع راح يطلع عندنا نبضات القلب، أكو برامج لنبض القلب. يعني هذه أجهزة ذكية، هذا ذكاء ما موجود كان في الأجهزة السابقة. شوفوا هنا عندنا هاي الصورة، هذا الموبايل عن طريق الكاميرا يلتقط صورة للوجه ويفتح الفون. المفردات اللي راح نستخدمها بهذا الفصل أو درس الأول هو الأجهزة الذكية السمارت ديفايسز والذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس. اوكي، هاي كلمات اللي جديدة شوية علينا، يعني ضروري شباب انه تحفظوها. هنا عندنا سؤال، متى، خلي انزلكم الكاميرا، متى يعد الجهاز الإلكتروني جهاز ذكي؟ احنا شو وقت نعتبر هذا الجهاز هو جهاز ذكي؟ نقدر نسميه جهاز ذكي إذا توفرت به شروط وخصائص أساسية. أولها قابلية التفاعل. نعتبر الجهاز الإلكتروني تفاعلي إذا قدم مجموعة من الخدمات تحقق التفاعل مع المستخدم وتسهل عمله. تمام؟ من يعد وإلى حد هذه وتسهل عمله لهنا. تمام؟ لأنه عندنا مثلا شاشات اللمس المستخدمة بالهواتف الذكية تعطينا تفاعل أكبر بأدائها إذا نقارنها بلوحة المفاتيح النمطية، يعني الكيبورد اللي كنا نستخدمه بالنوكيا، إنه كليته على لوحة المفاتيح الدقم هاي اللي نضغط عليها. فأكو فرق عندنا فيما بين الحديث والقديم، فيما بين الشاشة الذكية اللي هي مواكبة التطور. 2، الخاصية الثانية اللي تربطنا بالأجهزة الذكية هي قابلية الارتباط. يسمح الجهاز الذكي بالاتصال بالأجهزة الأخرى عبر شبكة الإنترنت لمشاركة البيانات باعتماد قوانين أو اتفاقيات الاتصال عبر الشبكة، واللي نسميها بروتوكول الاتصال. تمام؟ شارحة نفسها، وهذا هو التعريف شباب تحفظوا. ممكن أنه بالامتحان يقول لك عرف قابلية الارتباط، هو شيء بسيط يعني إحنا نعرفه، لكن لازم نحفظ مصطلحات الحاسوب اللي هي يبتدي من يسمح الجهاز الذكي بالاتصال بالأجهزة الأخرى عبر شبكة الإنترنت لمشاركة البيانات باعتماد قوانين أو اتفاقيات الاتصال. تمام؟ واللي هي عبر الشبكة تسمى بروتوكول الاتصال. بروتوكول الاتصال هذا شنو هو؟ هذا قوانين أو اتفاقيات الاتصال عبر الشبكة. إذا يجيك تعريف ما هو، عرف بروتوكول الاتصال. بروتوكول الاتصال هو قوانين أو اتفاقيات الاتصال عبر الشبكة. تمام؟ هاي صار عندنا 3 تعريفات شباب، كتبوا وياي، وقف الفيديو اكتب التعريف. النقطة الثالثة هي تعدد الوظائف. خلي أرفعه. أوكي. تعدد الوظائف تسمى كذلك الاستخدامات المتعددة، يعني ممكن أنه يصير عندنا أكثر من استخدام لنفس الوظيفة، وهي صفحة تمنح الجهاز الإلكتروني تسمية جهاز ذكي. فالتلفاز هو جهاز لعرض إشارة المحطات الفضائية، لكن إذا اتصل بالإنترنت يسمى تلفاز ذكي.
ليش؟ لأنه راح يصير يعني عن طريق التلفاز راح نقدر نتصفح ونعرض محتويات الإنترنت. إذا صار هذا التلفاز أكو بيه وظائف متعددة، دا نستخدم استخدامات متعددة. وصلت الفكرة؟ ونعرض محتوى الإنترنت على الشاشة إضافة لوظيفته الرئيسية. كما تمتاز أجهزة الهواتف الذكية بكاميرا رقمية عالية الدقة. أوكي؟ عندنا بيه كاميرات رقمية عالية الدقة تجعل من الهاتف يعمل عمل الكاميرا الاحترافية. يعني هسه احنا الموبايلات الحديثة اللي دا نستخدمها ما نحتاج وياها انه في حال تصوير، احنا هسه مثلا كيوتيوبر من نريد نجي نشتغل، الكاميرا الموبايل الحديثة اللي بالأجهزة الذكية يعني أغنتنا عن شراء الكاميرات الخاصة من أجل التصوير. ليش؟ لأنه بيها دقة عالية وبيها نفس احترافية ووظائف الكاميرات الأساسية. تمام؟ والساعات الذكية اللي تستطيع أن تحسب عدد الكيلومترات اللي قطعتها بيومك إضافة إلى وظيفتها الأساسية في حساب الوقت. إذن صار عندنا هسه أيضا بتعدد الوظائف عندنا أيضا الساعة الذكية. الساعة الذكية هاي شنو؟ هسه إحنا مو عندنا الساعة اللي نزلت الجديدة اللي نلبسها وهي بيها عداد الخطى. هذا عداد الخطى برنامج نزلناه إنه هي ساعة، لكن بنفس الوقت هي تحسب لنا الخطى. منو منكم هسه أغلبية الشباب مارسون الرياضة يحتاجون هاي الساعة الذكية يلبسها حتى يطلع يركض بيها يشوف ايش قد مشى باليوم من أجل اللياقة البدنية. إذن صارت عندنا تعدد بالوظائف، استخدامات متعددة لنفس الجهاز بإدخال الذكاء الاصطناعي إليه. وصلت شباب الفكرة؟ هذا هو تعدد الوظائف. هاي اللي هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي الاستقلالية في أداء المهام. شوفوا شباب، يعني ممكن إنه هذا الجهاز الذكي إنه يقوم بأكثر من مهمة في نفس الوقت، ومع ذلك ما تتضارب مهمة ويا أخرى، ما تتداخل واحدة والثانية. وهذا يعتمد على شنو؟ هذا يعتمد على سرعة المعالج. بعض الخصائص الأخرى تتنافس شركات الهواتف على تحقيق هدف من أجل أنه يطورون معالجات أجهزة الحواسب الذكية حتى تصير عندهم سرعة بالاستجابة لأوامر المستخدم المختلفة. هسه عرفنا شنو يعني جهاز ذكي. زين، هسه نريد نشوف شنو فوائد الجهاز الذكي. احنا ليش كلنا مقبلين على الأجهزة الذكية؟ أهم فوائد الأجهزة الذكية هي أولاً الخصوصية وتأمين البيانات. المحافظة على الخصوصية من أهم الأمور اللي أغلبنا يبحث عنها بهذا الوقت، إنه ما حد يدخل على موبايلي، ما حد يقرأ بياناتي الخاصة، وأنتم خاصة هسه كشباب فأكيد ما تريدون الأهل إنه يدخلون على موبايلاتكم طبعاً، يعني هذا أكيد. فهاي الأجهزة الذكية تأمن لكم هذه الصفة عن طريق شنو؟ عن طريق مثلاً باسورد كلمة المرور أو شكل رمز أو بصمة إصبع أو بصمة للوجه. وبالتالي إنه ما ممكن للأشخاص اللي هم غير مخولين باستخدام هذا الجهاز إنه يدخلون إلى بياناتك بهذا الجهاز الذكي ويدخلون إلى التطبيقات المختلفة اللي أنت تعمل عليها. إذن عندنا الأجهزة الذكية أهم الفوائد هي أنه تحافظ على الخصوصية وتأمن البيانات. النقطة الثانية هي سهولة الحصول على المعلومة. أصبح موضوع البحث عن المعلومات كلش سهل عن طريق الأجهزة الذكية. ليش؟ لأنه الأجهزة الذكية تسمح للمستخدمين أنه يتصلون بشبكة الإنترنت بأي وقت، وبالتالي اكتب أي شيء بمحركات البحث تحصل على المعلومة اللي أنت تريدها. إذا صار عندنا سرعة وسهولة بالحصول على المعلومات. كما تسمح بتصفح الإنترنت، يعني إحنا نقدر عن طريق الموبايل نتصفح الإنترنت. قبل ما كان أكو بالموبايل الطابوقة النوكيا ما كان أكو تصفح بالإنترنت، لا، هذه كلها انضافت له عن طريق الأجهزة الذكية. تقدر تدخل مواقع التواصل الاجتماعي وتسجل دخول للبريد الإلكتروني، ترد على الرسائل، توصل لتطبيقاتك عبر أي موقع إلكتروني في وقت واحد، مثل أنه أنت تدخل على بريدك الإلكتروني عن طريق الحاسوب وعن طريق جوالك الذكي بنفس الوقت، ومع أنه هو مأمن لك الخصوصية
والأمان بالنسبة لبياناتك. إذا صار عندنا هسه نقطتين، النقطة الأولى الخصوصية وتأمين البيانات، والنقطة الثانية هي سهولة الحصول على المعلومة، والنقطة الثالثة اللي هي المهام الإضافية. نقدر نستعمل الجهاز الذكي حتى ننجز به مهام متعددة عن طريق أنه نثبت تطبيق على الموبايل، مثلا تطبيقات طبية تسمح لنا أنه نتابع الحالة الصحية، تطبيقات علمية تختصر لنا الوقت والجهد بإنجاز المهام، مثل عندنا تطبيقات لحل المعادلات الرياضية والإحصائية، والعديد من المهام الإضافية اللي شوفوا أنتم قد برامج تنزلون على موبايلاتكم من أجل أنه تحصلون على معلومات دقيقة ونتائج سريعة. مراجعة الدرس الأول واختبر معلوماتي. السؤال هو: هل جميع الأجهزة الإلكترونية هي أجهزة ذكية؟ لا، بالتأكيد لا. مو كل الأجهزة الإلكترونية هي أجهزة ذكية. الذكاء الصناعي اللي هو مضاف إلى الأجهزة الإلكترونية، لأن احنا الموبايل القديم أيضا يعتبر جهاز إلكتروني، لكن هو مو جهاز ذكي. تمام؟ 2. كيف تحقق الأجهزة الذكية عنصر التفاعل؟ يتحقق هذا عن طريق إضافة الذكاء الاصطناعي. والجواب هنا عندنا في صفحة 6. هو يعد الجهاز الإلكتروني تفاعلي إذا قدم مجموعة من الخدمات تحقق التفاعل مع المستخدم وتسهل عمله. أوكي، هذا هو الجواب. وإذا يطلب من عندكم الأستاذ بالامتحان مع ذكر أمثلة تكملون السطر الأخير. هسه عندنا المفردات. ما الفائدة؟ وهنا عندنا المفردات. ثالثاً، ما الفائدة من استعمال الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الذكية؟ أهم الفوائد هي هذه: أولاً، الخصوصية وتأمين البيانات. 2. سهولة الحصول على المعلومة. 3. المهام الإضافية. هاي بصورة مختصرة كتعداد نقاط. أما إذا أراد من عندكم شرح فتدخلون على شرح اللي موجود اللي شرحناه سابقا. التفكير الناقد: هل يمكن للأجهزة الذكية أن تدير مهام أكثر تعقيدا مثل إدارة المصانع وقيادة السيارات؟ نعم، أكيد ممكن. شلون؟ لأنه أنتم شفتوا أنه قيادة السيارات وإدارة المصانع دخل بها الذكاء الاصطناعي، وأكو عندنا روبوت ممكن أنه يقود سيارة، وممكن أنه السيارة تقاد عن طريق ذكاء اصطناعي الربط عليها تنقاد وحدها، وممكن أنه مصانع تعمل بدون الحاجة إلى البشر. لهنا أعزائي انتهينا الدرس الأول، الفصل الأول. شباب، المحاضرة هسه خلصتوها، قبل تروحون تراجعوها بالكتاب، لا تعوفوها. إذا تاخذون بس من عندي حكي وتطلعون، هذا ما راح يفيدكم، ما راح تجيبون فول ماركس بالامتحانات. لكن هسه احنا خلصنا، روحوا للكتاب راح تلقوه كلش سهل. أو اللي مثلا هم كان لازم الكتاب وياي أثناء الدرس، فهو أشر على الشغلات اللي أنا قلت عليها، فترجع تركز وتقرأ فقط الشغلات اللي متأشرة، ومراجعة الدرس تحله وحدك. تمام؟ هيك نضمن أنه نجيب فول ماركس بالامتحانات. انتظروني بالحلقة القادمة، وهي الدرس الثاني من حاسوب للصف الخامس. كانت معكم نيران تركي من قناة العلم والمعرفة Science and Knowledge. ألتقيكم بحلقات قادمة إن شاء الله. باي باي.